يا جدع تبقى نايم يوم الخميس كده لا بيك ولا عليك، مستمتع بفكرة ان التوقيت الشتوي ابتدى، وتقوم الصبح كده حاسس انك نايم لك ساعة زيادة، تفتح عينيك الساعة 8 الصبح. يعني انا في ايام الشغل ما بصحاش 8 الصبح دي، قلت يا بنت قومي روقي على نفسك كده، اعملي لك طبق فول، بيضة مسلوقة، كوباية شاي بالنعناع. ها، الاقي لك الموبايل تن 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 تن، في ايه؟ الحرب قامت، مالكوا في ايه؟ الحقي في صاروخ وقع في طابة، الحقي في صاروخ وقع في طابة. لسه بصحى وقفرولي عند المكواجي والبياده مش متلمعه والعده بتاعتي مش جايه، الحق اعمل ايه؟ جماعه الفتره الجايه محمله بمثل هذه الاخبار كتير، انها ايام ثقال وصعاب، فنتقل لما نسمع الاخبار دي. نسكت كده، نسكت ونستنى البيانات الرسميه. طب اهو البيان الرسمي بتاع المتحدث العسكري قال لك ما كانتش صاروخ ولا حاجه، دي كانت طياره مسيره، اللي هي الطياره اللي من غير طيار دي. فها، مش نهدى كده ونستهدى بالله؟ طب الحقي بقى نبقى الحق اعمل ايه؟ طب اكل طبق الفول والبيضه اروح الحق على لحم بطني؟ حد يروح الحرب وهو لسه ما فطرش؟ ما تستهدى، ما تعقلوا الكلام يا جدعان. الحق اعمل ايه؟ جماعه جماعه الفتره الجايه تقيله تقيله، فكون ان احنا نفضل نجري ورا كل صفحه الحقي ونجري ورا كل صفحه الحق بيقولوا مش هينفع. احنا لازم نستنى البيانات الرسميه. وتاني وتالت ورابع، امن مصر القومي في جهات مسؤوله عنه، ما علينا الا الدعم. ما ننشرش الا من بيانات رسميه مصريه فقط لا غير. الفتره الجايه دي هتتملي اشاعات، هتتملي نكش، هتتملي جر شكل. انت عندك قيادة سياسية هي اللي هتاخد القرار يا بابا. اه انت تاكل الفول والبيضة وتشرب كوباية الشاي، ايوه. انت ما عليك الا تدعمهم، تدعمهم. شوف بقى هو عايز يعمل ايه. اولا احنا لسه ما عرفناش بقى هو جاي من عند هنا اهو ولا من عند هنا اهو، ما عرفناش لسه، ما عرفنا، هم اللي هيعرفوا، وساعتها هم اللي هياخدوا القرار. عايزنا ندب يا باشا هندب، احنا معاك ومستعدين لطي الارض مع الجيش معاك، واحنا تمام يا فندم وجاهزين. عايز ده، شوف انت عايز ايه احنا هنعمله. انما ننكد على بعض يوم الجمعه ونبوظ على بعض طبق الفول والبيضه وكوبايه الشاي بالنعناع، لا لا. الايام الجايه تقيله ومحتاجه نبقى متغذيين علشان نعرف نروح نحارب. استهدوا بالله، انا بتكلم بقى بجد دلوقتي، استهدوا بالله علشان اللي جاي تقيل ومحتاج ناس ثابته وناس رجليها بتدب في الارض، تمام، وعندهم طولة نفس، لان الاستفزازات دي هتكتر الفتره الجايه، وانت مش عارف دلوقتي مين اللي بيستفزك وعايزك تخش الدب. فنهدى كده، في قيادة سياسية رشيدة ماسكة الموضوع. الجمعة حلوة، ها الجمعة حلوة، وطبق الفول والبيضة وكوباية الشاي. صباح الخير.